تخيل تصحى من النوم تلاقي نفسك لوحدك، مش فاكر انت مين ولا ايه اللي جابك هنا، والأسوأ تكتشف انك مش على الأرض أصلا، انت في الفضاء على سفينة فضاء، وجهاز بيفتح كبسولة النوم ويصحى راجل اسمه رايلاند. كان في غيبوبة طبية، وأول ما بيفوق ال AI بتاع السفينة ماري تبدأ تسأله شوية أسئلة، بس في مشكلة، رايلاند فاقد الذاكرة، مش فاهم حاجة، مرعوب، مش عارف هو فين. بيقوم من على السرير وبيهرب من الدراع الآلي وبيجري جوه السفينة يدور على أي حد، وأخيرا بيلاقي شخص، بس الصدمة الشخص ده بيبقى ميت. بيفضل يلف في السفينة تايه ومش فاهم هو فين، لحد ما بيوصل لشباك بيبص منه، وهنا الحقيقة بتضربه. هو في الفضاء. المثير بقى إنه قادر يفهم في الأجهزة اللي حواليه. يعني إيه؟ يعني غالبا هو عالم. بيدخل أوضة تانية ويلاقي شاشات كبيرة بتعرض مناظر جميلة من الأرض، ذكريات من عالم بعيد عنه دلوقتي. بيغير هدومه، ماري بتطلب منه يسجل يومياته، وهو بيسأل فين الكابتن. ماري بترد عليه وبتقول له أنت الناجي الوحيد. بيطلب منها ترجعه الأرض، بس هي مش فاهمة الأمر ده أصلا. بيبص على الشمس من الشاشة وبيفتكر إن لسه في المجموعة الشمسية، فبيقول نبعت رسالة للأرض. ماري بترد وبتقول له الرسالة هتوصل بعد 12 سنة. وهنا بيبدأ يستوعب، بيبص على الخريطة وبيفهم إن دي مش شمسنا أصلا، وبيشوف الوقود بيلاقي قليل، بيحسبها بالأرقام، والنتيجة إن هو بعيد عن الأرض 113 سنة. وفجأة دماغه بدأ يوجعه، ذكريات بتبدأ ترجع. كان عالم أحياء جزئية، وكان بيتابع أخبار مشروع اسمه آركلايت، مركبة كانت بتدرس حاجة اسمها خط بروفا. الصور كشفت إن الشمس بتنطفي، وهو كان شغال مدرس وبيشرح لطلبته إن في خط طاقة بين الشمس والزهرة بيقلل ضوء الشمس تدريجيا، وخلال 30 سنة الأرض هتبدأ تبرد وممكن الحياة تنتهي على الأرض. رايلاند بيصحى من الذكرى وبيحلق دقنه وبيدور في الإمدادات، وبيلاقي فودكا بيشرب وهو بيحاول يهرب من الواقع. وبيبص على حاجات الطاقم وبيفتكر إن هو كان صاحبهم، بيعمل دمية من هدومه وبيرقص معاها كأنه مش لوحده يعني، وبيكتب على السبورة أنا مين. ولكن فجأة ذكرى تانية بترجع له. بعد حصة ست اسمها إيفا بتقابله، ودي بتبقى رئيسة فريق بروفا. تقول له إن هي قرأت البحث بتاعه اللي بيقول إن الحياة ممكن تعيش من غير مية، وهو بيرد أنا اتفصلت بسبب الكلام ده. بس هي بتكشف له إنه اتفصل لأنه غلط في حد كبير ومحدش بقى طايقه، وبتقول له العينات اللي جابوها من الشمس عاشت هناك، يعني نظريته ممكن تبقى صح. وبيوافق يشتغل معاهم فعلا، وخصوصا بعد ما يتأكد إن الشمس بتموت. بيعمل تجاربه وبيكتشف إن العينات دي خلايا غريبة مش من الأرض، وبيلاقي إن هي مكونة من مية، وده بيثبت إن نظريته كانت غلط. وبيكتشف إن الكائنات دي بتاخد طاقة من الشمس وبتستخدمها علشان تتحرك، وهي دي سبب المشكلة. بيحاول يفهم ليه بتروح الزهرة، وبيعمل تجربة بصندوق فيه ضوء زي الزهرة. الكائنات بتختفي، يعني بتنجذب لثاني أكسيد الكربون، بس دلوقتي الكائنات هربت من جوه الصندوق، ولو خرجت هتدور على الضوء. بيقفل المعمل على نفسه وبيطفي النور وبيفتح الصندوق وبيلاقي 3 خلايا، والمفاجأة بقى في خلية رابعة زيادة، يعني الكائنات دي بتتكاثر باستخدام الضوء زائد ثاني أكسيد الكربون. بيكلم إيفا وبيقول لها الاكتشاف ده، وبياخدوه بطيارة عسكرية يروح لمكان فيه أهم علماء العالم، بيسموا الكائن ده استروفاج. بيقرروا يصنعوا كمية ضخمة منه علشان يستخدموه كوقود. إيفا بتكشف له الحقيقة، مش بس شمسنا اللي بتموت، ده بيحصل في الكون كله، نجم واحد بس هو اللي سليم اسمه تايتي. بيبعتوا سفينة فضاء تعرف ليه النجم ده نجا. الرحلة دي ذهب بس مفيش منها رجوع، الرواد هيموتوا في الفضاء، علشان كده سموه هيل ماري. رايلاند بيفتكر كل حاجة، بيلبس وبيبص على جثث صحابه، بينظفهم وبيحط صورهم في جيوبهم، وبيشكرهم على تضحياتهم. وهو بيعيط بيوعدهم ان هو هيكمل المهمة، وبيرمي أجسامهم في الفضاء. بعد فترة بقى ماري بتقول له قربنا من تايتي. السفينة بتدخل المدار والجاذبية بتختفي. بيبص بره بيلاقي نفس الخط الغريب، بس النجم سليم. وفجأة بيشوف سفينة تانية، السفينة بتقرب وهو بيهرب بسرعة، بس الغريب السفينة التانية بتفضل وراه، ترمي جسم ناحيته وهو بيفتكره قنبلة وبيتجاهله، ترمي واحد تاني أبطأ. وهنا رايلاند لازم يقرر يقرب ولا يهرب. رايلاند أخيرا بيقرر يطلع بره السفينة علشان يمسك الحاجة الغريبة اللي السفينة التانية بعتتها له. بيلبس البدلة بتاعته بسرعة وبيقرأ التعليمات على السريع كده، بس أول ما بيطلع بيبقى واضح جدا إنه مش متعود، حركاته تقيلة ومتلخبط. بيفضل يعافر في الفضاء لحد ما في آخر لحظة بينجح يمسك الجسم ده قبل ما يضيع. بيرجع السفينة بيحاول يفتحه، مش عارف، بيعمل اسكان، والنتيجة الجسم ده معمول من غاز زينون.
وده ملوش اي معنى. ازاي جسم صلب معمول من غاز؟ بيفتكر نظام الطرد المركزي في السفينة فبيشغله. السفينة بتبدأ تلف وبعد ثواني الجاذبية بترجع. بيجرب تاني يلف الغطا والمرة دي بيفتح. ماري فجأة بتقول في وجود غريب في الأوضة. رايلاند بيجري بسرعة وبيحط الجسم في الصندوق عازل وبيطلع كرة غريبة كده عليها خطوط وبيفتحها كمان وبيلاقي كرة أصغر فيها عيدان. وفجأة العيدان بتتحرك والكرة بتقف لوحدها. بيبص عليها وبيقارنها بخريطة الفضاء وبيستوعب إن دي رسالة. المخلوق بيقول له جاي منين؟ رايلاند بيعدل العيدان وبيحدد مكان الأرض وبيرجعها للسفينة التانية. بعد شوية بقى السفينة التانية بتبعت حاجة تانية شكلها زي نفق كده. رايلاند بيفهم الفكرة على طول وبيقرب السفينة. مفاجأة كبيرة بقى، السفينة التانية بتبني نفق فعلا بيوصل ما بينهم. بيلبس البدلة بتاعته وبيمشي بحذر جوه النفق لحد ما بيوصل وبيبص من الشباك. وفجأة حاجة بتتحرك ورا الإزاز. بيترعب وبيرجع لورا بسرعة، بس بيمسك نفسه في آخر لحظة وبيرجع يبص تاني وبيشوف ايد لمخلوق غريب كده. مخلوق بيطلع ألعاب عامل زي نموذج لرايلاند وسفينة وبيحركهم كأنه بيقول له ارجع سفينتك. رايلاند بيرجع والمخلوق بيفصل النفق وبعدين بيخلي السفينة بتاعته تلف زي سفينة رايلاند. بيوصل النفق تاني، المرة دي في جاذبية. رايلاند بيمشي في النفق وبينور الطريق، ولما بيوصل بيوريه نموذج سفينته معمول من مكرونة. المخلوق بيقرب ورايلاند بيكتشف شكله كأنه صخرة بتمشي. رايلاند بيقول له هاي. المخلوق بيفتح بقه وبيطلع صوت مرعب. رايلاند بيصرخ وبيمسك أداة يدافع بيها عن نفسه. المخلوق كمان بيخاف وبيرجع. رايلاند بيهدى وبيعتذر وبيبدأ يتحرك والمخلوق بيقلده. وفجأة الاتنين بيفضلوا يعملوا حركات غريبة زي الأطفال علشان يضحكوا بعض ويلطفوا الجو. رايلاند بيخبط زيه وبعدها بشوية بيفهم إنه بيقول له يبص وراه. بيفتح رسالة جديدة وبيلاقي حاجة شبه الطوق. المخلوق بيشاور له إنه يشيل الخوذة. رايلاند بيرفض طبعا، لكنه بعد شوية بيفهم إن الشكل ده معناه أكسجين. بيتردد بس في الآخر بيشيل الخوذة وبيكتشف إنه يقدر يتنفس. يرجع يحلل الرسالة الأولى وبيفهم إن المخلوق ده برضه بيدرس نفس المشكلة وكوكبه كمان شمسه بتموت. رايلاند بيقول له نشتغل سوا لكن في مشكلة مش فاهمين بعض. بيبدأ بالرياضيات يوريه مسطرة. المخلوق بيلعب بيها بس بيوريه ساعة بس مفيش رد. رايلاند بيلاحظ السفينة عنده ضلمة والمخلوق ملوش وش، بيبقى أعمى وبيستخدم الصوت علشان يشوف. بيسميه روكي. بيعدل الساعة وبيخلي الأرقام بارزة. روكي بيشوف الأرقام بيفرح وبيرقص كده. رايلاند بيبدأ يسجل صوته وبيتعلم لغته شوية شوية وبيكتشف إن روكي عنده طاقم ولكن كلهم ماتوا زيه بالظبط. الاتنين بيقرروا هننقذ النجوم سوا. رايلاند بيعلمه حركة ولما رايلاند بيروح ينام روكي بيفتكر إن ده موت. رايلاند بيشرح له النوم وروكي بيقول له عندهم بيناموا سوا للحماية وبيطلب ينام معاه. رايلاند بيستغرب بس بيوافق في الآخر وبيناموا جنب بعض قدام الشباك. في الفضاء رايلاند بيفتكر الطاقم اللي كان معاه وانهم كانوا عايزين طريقة يموتوا بيها بسرعة. وفجأة بيسمع صوت بيفتح الباب. بيلاقي روكي دخل سفينته لابس فقاعة مضغوطة زي بدلة الفضاء. بيبدأ يتفرج على السفينة ويزعق له ويقول له انت فوضوي. رايلاند بيحاول يقول له نشتغل كل واحد لوحده بس روكي عنيد عايز يقعد معاه ويشتغلوا سوا. رايلاند بيشتكي روكي متحكم، أكله مقرف ومفيش خصوصية خالص. من خلال كلامهم رايلاند بيكتشف روكي مش فاهم يعني ايه إشعاع. الإشعاع هو اللي قتل الطاقم بتاعه كله وهو نجا بالصدفة. بيقرروا يجيبوا عينات من الاستروفاج. رايلاند بيفصل السفينة وبيروح أقرب كوكب. الرحلة 11 يوم بيقضوا الوقت وبيحكوا لبعض عن حياتهم. روكي بيقول له إنه وحش شريكه وكانوا مع بعض 186 سنة. الوحدة هي اللي جمعتهم. رايلاند بيفتكر موقف مع إيفا. كان مستغرب إن كل الناس حواليه مبسوطة رغم إنهم رايحين لموت. إيفا بتقول له الصحبة بينهم هي اللي مخلياهم مستحملين بعض. وبيرجعوا البار تاني وإيفا حتى كانت بتغني كاريوكي. السفينة بتوصل للكوكب وايرلاند بينبهر. ألوان غريبة ومنظر مش طبيعي. بينزل وبيشغل جهاز نور وفجأة آلاف من استروفاج بيتجمعوا حوالين النور وينوروا المكان. منظر ساحر. هو وروكي بيفكروا في اسم يختاروه وبيختاروا اسم إدريان. بيرجعوا العينات للسفينة وبيبدأوا اختبارات وبيكتشفوا ان نفس كمية الاستروفاج بتيجي للكوكب وبتمشي منه، ولكن ده مش منطقي خالص لان المفروض تيجي علشان تتكاثر. اختبار تاني بيكتشف في بكتيريا معاهم، يعني في حياة على الكوكب. روكي بيفهم بسرعة في كائنات بتاكل الاستروفاج زي مفترس كده، والكائنات دي هي اللي منع الاستروفاج انه يكبر كفاية علشان يقتل الشمس. يعني
لو أخدوا الكائنات دي ورجعوها لكوكبهم ممكن ينقذوا حياة كل حاجة، بس الكائنات دي في السحاب وسفينتهم مش معمولة تدخل الغلاف الجوي. روكي بيقترح يعمل سلسلة طويلة تنزل للسحاب وتجمع العينات. رايلاند بيضحك وبيقول يعني بنصطاد، بس في مشكلة، رايلاند أصلا مش طيار وكل اللي بيعمله ارتجال مش أكتر. بيبدأ يتدرب علشان يقرب من الكوكب من غير ما يقع، وأثناء التدريب روكي بيسجل فيديوهات للأرض فاكر إنها لايف. رايلاند بيقول له هنبعت التسجيلات بعدين. روكي بيسأله ليه ما تقولهمش بنفسك لما ترجع؟ رايلاند بيسكت شوية وبعدين بيقول له أنا هموت هنا. روكي بيرفض الفكرة تماما وبيقول له خد من الوقود بتاعي وكده رحلتها هتبقى أبطأ، بس احنا الاتنين هنعيش. رايلاند بيعيط وبيحضن الفقاعة بتاعته وبيفتكر قبل السفر ب3 أيام بالظبط. المعمل بينفجر فجأة والمكان كله بيولع، ورايلاند بيقرب السفينة من الغلاف الجوي بحذر وبينزل السلسلة. بيبدأ يجمع الكائنات من السحاب، الحرارة بتعلى والسفينة بتبدأ تتأثر جدا. رايلاند بيطلع تاني علشان يرجع المسبار، قطعة معدن بتفلت وبتخبطه وبيفقد الوعي وبيفوق بسرعة وبيلاقي المسبار تحت السفينة والحرارة بتزيد جدا. روكي بيقول له لازم نمشي دلوقتي، بس رايلاند بيرفض وبيقرر يكمل. مخاطرة مرعبة وبيقرر يمسك المسبار بس بيتخبط تاني وبيتعلق في الحبل وبيطلع سكينة وبيقطع الحبل وبيمسك السفينة بإيده. بيتحرك بسرعة لحد ما بيقدر بالفعل إن هو ينجح في الدخول. السفينة بتبعد عن الكوكب بس الهيكل بيتفكك وممكن ينفجر في أي وقت. رايلاند بيقرر يدوس بأقصى سرعة لحد ما يبعده كفاية، بيقفل المحركات بس السفينة بتدخل في دوران مجنون. رايلاند بيفهم في تسريب وقود لازما يرموا خزانين. بصعوبة وسط الهزة بيقدر يضغط الزر، السفينة بتستقر بس الصدمة بتخليهم يفقدوا الوعي. رايلاند بيفوق وبيحاول يشغل الجاذبية وبيقع تاني. روكي بيفوق وبيحاول يكلمه بس الترجمة مش شغالة. بيخرج من الفقاعة رغم ان ده بيأذيه وبيمشي بنفسه وبيشغل النظام. السفينة بتهدى والجاذبية بترجع وروكي بيشيل رايلاند يوديه للعيادة. بعد ما بيطمن عليه روكي بيغمى عليه. ذكرى جديدة بتكشف الانفجار ده حصل ازاي. بيبقى حصل يا صديقي بسبب خطأ في التعامل مع الاستروفاج. العالم اللي كان هيطلع المهمة مات وهو والبديل بتاعه. إيفا ما كانش عندها وقت فطلبت من رايلاند يروح معاهم وهو رفض، والموقف اتحول لخناقة كبيرة والقصة لسه فيها مفاجآت تقيلة جاية. إيفا بتبص لرايلاند تقول له حاجة قاسية جدا، انت ما عندكش حد، لا عيلة لا أصحاب ولا حتى حيوان أليف، وبتديله مهلة 3 ساعات يفكر. رايلاند بيفوق وبيلاقي آثار على الأرض شكلها زي الدم بس بتاع روكي. بيقلق وبيمشي وراها لحد ما بيلاقي روكي رجع لفقاعته ونايم بيتعالج. بيقعد جنبه وبيناموا سوا. بعد كده بيلاقي رسالة من روكي انقذ كوكبنا. رايلاند بيشتغل على العينات وبيتأكد انه جاب البكتيريا اللي بتاكل الاستروفاج وبيسميها تامو، وبيبدأ يطوروها علشان تعيش في بيئة زي كوكب الزهرة. الأيام بتعدي وروكي لسه ما فاقش، ورايلاند بيفضل يكلمه ويعلق رسومات تشجعه كأنه سمعه. وفجأة صوت. رايلاند بيفوق وبيلاقي روكي صح، بيجري عليه وبياخده بالأحضان وبيبصوا على المزرعة بيلاقوا كمية كويسة من التامو كده ينفع يرجعوا وينقذوا كوكبهم. وبيحتفلوا وبيتفرجوا على فيديوهات ألعاب نارية، وروكي بيلبس حاجة مميزة جدا زي لبس احتفال. رايلاند بيعمل طواقي ورق وبيديله لابتوب فيه كل معلومات البشر وكرة صغيرة كتذكار يعني. روكي بيزعل علشان ما عندوش حاجة يديها له. رايلاند بيقول له وريني سفينتك وده كفاية قوي. بيركب بدلة من مادة زينونايت وبيروح معاه ويشوف التكنولوجيا بتاعته حاجة خيالية. وفجأة ذكرى بترجع. بعد 3 ساعات رايلاند قال لإيفا مش رايح، وهي بترفض وقالت له الموضوع أكبر منه. طلبت من الحراس يمسكوه وحقنوه بمهدئ وبعتوه غصب عنه. روكي بيساعده يصلح السفينة وبيجي وقت الرجوع وبيقفوا في النفق ساكتين شوية وبعدين بيعملوا حركتهم الغريبة سوا آخر مرة، وكل واحد بيركب سفينته وبيمشوا في اتجاهين مختلفين. رايلاند لوحده تاني وماري بتقول له في تلوث في السفينة. بيفحص بيلاقي تامو خرجت من الحاوية ولو انتشرت هتاكل الوقود وساعتها روكي هيتحبس في الفضاء للأبد. رايلاند بيحسبها وبيكتشف ان هو مش هيقدر ينقذ روكي ويرجع الأرض في نفس الوقت، وبيسكت للحظة وبيختار ينقذ صاحبه. بيجمع كل الأبحاث وبيبعتهم للأرض بمسبار وبعدين بيغير اتجاه السفينة. بعد أيام بيوصل لسفينة روكي وبيخبط على الإزاز بجنون لحد ما بروكي بيفتح له. بنروح لقدام سنين كتير، المسبار بتوصل على الأرض وإيفا بتشوف تسجيلات روكي. الأرض بدأت تبرد بس دلوقتي في أمل، كوكب روكي نقص فعلا.
رحلة، ورايلاند عنده بيت هناك وعايش معاهم، وكمان اتعلم لغتهم وبقى يتكلم من غير مترجم. وفي يوم من الأيام روكي بيقول له في سفينة جاهزة هترجعك للأرض. رايلاند بيفكر وبيرفض وبيقرر يفضل ويبقى مدرس لأطفال الكائنات دي، من راجل كان تايه ومش فاكر هو مين لبطل أنقذ كوكبين كاملين ولقى مكان ينتمي له. وهنا بينتهي فيلمنا. لو القصة عجبتك اعمل لايك واشترك في القناة علشان تشوف قصص أقوى جاية.